الحكاوي الزريبه اللي ما بتخلصش بعد كميه الفضايح والخوض في السمعه في ال 48 ساعه اللي عدوا دول. زي ما شفنا اتهامات لعبد الله جمعه واحمد فتوح ان هم بيتعاطوا المخدرات والحشيش وكلام في السمعه مش كويس. ده كله بعد مباراه الداخليه اللي اتعادل فيها نادي الزمالك، وانهم هربوا من التحليل لما عرفوا ان في تحليل منشطات وكده. المضحك بقى في الموضوع ان رئيس نادي الزمالك جاب عبد الله جمعه وقال للجمهور ان عبد الله جمعه طالع يعتذر عن اللي حصل وانهم زي ولاده وان اللي وصلوا كلام مغلوط. طب لما هو كلام غلط مطلع عبد الله يعتذر ليه؟ احنا اغبياء يعني؟ احنا اغبياء؟ ما طبيعي لازم يعتذر عشان هو غلط، عشان هو يبقى ده حقيقي مش كلام غلط. وفعلا عبد الله جمعه اعتذر وقال لجمهور الزمالك ان هو هيحاول يصلح من نفسه، لكن فتوح ده لا حس ولا خبر. فتوح راجل يا جدعان اكيد دمه بينقح عليه وهيفسخ العقد يعني كده وكده. مش عارف، هو احنا اغبياء يا جماعه؟ المفروض فين الرقابه مثلا على الكلام ده؟ مش المفروض يكون في رد قاطع لاي حد بيتهم حد او اي كلام بيطلع في الانديه دي؟ والاعلاميين لا حس ولا خبر، اللي ما سمعنا حد اتكلم عنهم حتى ولا جاب سيرتهم، ولا حتحوت بيه ولا ابراهيم فايق ولا كابتن ميدو ولا اي حد اتكلم، ولا حس ولا خبر. فين العدل وفين اللي ان الكل على مسافه واحده يعني؟ لو كان النادي الاهلي ده اللي حصل فيه كده كانت الدنيا اتقلبت، زي ما شفنا ساعه احمد عبد القادر بس عشان عمل احتفال الايس الدنيا اتقلبت وعيب ومش عيب. امال ده ايه؟ اتحاد الكوره نايم على ودانه. لكن نقول ايه؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ده حتى قضيه سيف الدين الجزيري اللي كسبها الافريقي وفي غرامه على نادي الزمالك ب1,000,000 جنيه، الاتحاد ولا هو هنا، ودن من طين وودن من عجين. والاعلام كمان. وايه المضحك كمان في الموضوع؟ انهم سايبين كل البلاوي دي وماسكين في برونو سافي برضه ابو لمسه حلو. بيقول لك ان هو اخر ماتش ليه في فريقه السابق ان هو كان مطرود وان هو ما يحقلوش المشاركه، لازم يحصل له ايقاف زي ما رونالدو شفنا وقف مع النصر السعودي مباراتين. يا عمي خليك في زريبتك وخليك في حشيشه وخليك في نسوان وخليك في غراماتك وقضاياك وخليك في سندوتشاتك برضه وبعدين اتكلم.